بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبركة ان شاء الله. ازيكم وازاي اخباركم؟ وحشني جدا جدا والله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبركة ان شاء الله. اللهم بارك وسلم عليك يا حبيبي يا محمد. اللهم صل على النبي. صلوا كده على الحبيب وشوفوا الوصفة كده. انا بعمل لكم ان شاء الله الوصفة دي الصبح. بسكوت الشاي. شوفوا احنا بنشتري باكل بسكوت بكام وعايزين نشتري كام باكو بسكوت. لأول مرة أعمل لكم بسكوت الشاي بطريقة حلوة جدا جدا واقتصادية، مش مكلف خالص، ومن غير مضرب، من غير خلاط، من غير أي حاجة. وأقول لك لو عايزة تعملي كمية حلوة تعملي، أقول لك مقاديرها. امشي واحدة واحدة بس معايا وخد وشوف الخطوات. أنا معايا أنا نص كوباية من السمنة. خلاص. انا سيحت السمنه وقمت واخده نص الكوبايه وحطها بس في التلاجة، وبعد شويه كده قلبتها ببعضها. انا مش عايزه تتجامد، انا عايزاها بس تسقع. يعني انا مش عايزه السمنه تجمد، انا عايزه بس السمنه تسقع تسقع، على اساس ان انا لما اجي اضربها تبقاش معايا سايله ميه ما تجمدش، عايزاها تسقع. بقوم كبه نص كوبايه السمنه في قلب الطبق، واقوم حاطه نص كوبايه من السكر البودره، ناقصه معلقه. طب انا بحب البسكوت مسكر يا شيف، حطه النص كوبايه. عايزه السكر قليل، ما بحبش مسكر قوي يا شيف عشان بناكله مع الشاي وبناكله مع القهوه، يبقى شيله من نص كوبايه معلقه. خلاص. عايزاه مسكر كده عادي، بتحبيه مسكر وحلو كده، حط النص كوبايه، يبقى ده عندك وده عندك. فحطيت نص كوبايه سمنه وحطيت على نص كوبايه السكر او نص كوبايه الا معلقه، وبالمضرب اليدوي ضربت قوي 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 كده. بصوا، يعني انا من النوع اللي عارفين الحمد لله، يعني دراعي بيبقى ما بقدرش، بس هي بتتضرب معاك بسرعه بالمضرب اليدوي، ما بتاخدش اي وقت، لان السمنه مش مجمده، السمنه ساقعه ماسكه نفسها وساقعه. بعد ما كانت سايحه تماسكت وبقت ساقعه كده ما جمدتش. خلاص. وضربتهم في بعض. بعد كده حطيت معلقتين من الزيت، مهمين جدا مهمين جدا مهمين جدا. اللهم صل على النبي. انا حطيت 4 معالق بمعلقه الشاي عشان دي معلقه الشاي، لكن بمعلقه الاكل معلقتين. وقلبتهم برضو قوي قوي. خليت المعلقتين الزيت تغلغلهم في السمنه والسكر عشان ما تفصلش عن بعضها، لازم تضربهم حلو عشان ما تفصلش عن بعض. نزلت ببضايه. خلاص. بضايه كنت حاطه عليها فانيليا، شويه من الفانيليا، بس الفانيليا دابت عليها، ببقى دايما احطها كده على طول. خلاص. اضرب البضايه في السمنه بقى في السكر كده لحد ما اخلي البضايه تختفي. خلاص. انا شغاله بمضرب يدوي، فبضرب قوي قوي لحد ما البضايه، عشان الزلال الابيض بتاعها ده ما يبقاش في حتت او حاجه، قوي قوي، واروح ضربها في بعض لحد هنا. تمام. نص كوبايه سمنه، نص كوبايه سكر بودره. السكر انخله قبل ما انزل بقى على السمنه عشان ميبقاش في حتت سكر، بيبقى متجمده كده. معايا هنا كوبايتين وربع من الدقيق، كوبايتين وربع من الدقيق، عليهم معلقه بيكنج باودر بمعلقه الشاي مليانه، ومقدار مظبوط جدا. للبسكوته فرشت البسكوته على قد الحجم اللي عملتها، دخلت وخرجت ما فرشتش مني. معلقه بمعلقه الشاي بيكنج باودر او كيك شيف. خلاص. بمعلقه الشاي، واقوم حطها. انزل بالدقيق. هنا الخمار بتاع لابساه، كان الحرق اللي كان فيه من البوتاجاز ده لقيت ايدي باينه فلفيته يعني. آه. اللهم صل على النبي. المقدار معاك ما انزلش بالدقيق مره واحده. ماشي. انا نزلت بقى كميه الدقيق، انت انزلي بالدقيق على 3 مراحل، انزلي بالدقيق على 3 مراحل. تمام. عشان الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق. هنا اخدت مني الكميه مظبوطه، المقدار مظبوطه، مش هتحتاج لاي حاجه. هنا اخدت مني الكوبايتين وربع من الدقيق، اخدت هنا مني الكوبايتين وربع من الدقيق. بصوا بتحس انها اتلمت كده. طيب انا يا شيف في حاجه، انا يا شيف عملت زي ما انت عملت كده وحطيت الدقيق، بس حسيت ان العجينه، يعني الدقيق طلع مني كتير غصب عني، او كميه الدقيق طلعت مني كتير وما خدتش بالي. وانت هنا يا شيف ما انتش حاطه ماده سايله، انت هنا مش حاطه. شوفوا انا بعرف يعني كل حد ممكن يفكر في ايه، او كل حد تفكيره ممكن يبقى ايه. شو انا العجينه بقى طريه، بلفها كده في كيس وبركنها على بال ما اجهز صينيتي، وعلى بال ما اولع الفرن بتاعي وهديه على نار هاديه كده. بصوا هنا بقى، لو انت اتكيتي عليها كده ولقيتها فلقت من الجنوب، فلقت خالص تفليق شديد، العجينه ناشفه، طلعت منك ناشفه، او الدقيق طلع منك كتير غصب عنك، او انت وانت بتحط قضي يعني ما حطيتهوش مثلا بحكمه، طلع زايده يعني كوبايتين الا ربع، لا طلعوا منك كتير على الماده الدهنيه. طب احط ماده دهنيه؟ لا، انا الماده الدهنيه بتاعتي تمام تمام. اعمل ايه؟ معلقتين لبن او 3 معالق لبن.
خلاص هنا معلش كانت الكاميرا كانت فصلت وانا بقطع البسكوت. خلاص حط معلقتين لبن او 3 معالق لبن، قدامك من 3 ل 3 ل 4 معالق لبن. خلاص لبن كده يكون درجه حراره المطبخ. الدقيق طلع منك كتير غصب عنك، حسيت ان انت اما حطيتي برده الدقيق، لا العجينه حاساها ناشفه مش طريه كده، بتفلق منك اول لما ببرمها على ايده واعملها زي الكحكه كده واجي اتك عليها الاقيها لا ناشفه، انزل بمعلقتين بثلاثه باربعه لبن. خلاص بس انزل بمعلقه معلقه كده واشوف عجينتي، انزل بمعلقه معلقه واشوف عجينتي، واقوم واخده حته مكوراها في ايدي واروح متكيه عليها كده زي الكحك، زي ما بحنن الكحكه كده وبشوف الدنيا فيها ايه. خلاص إيه مش شرط هتبقى ناعمه قوي، لا هيبقى فيها حته تفليق، يعني انا ببططها هنا فيها تفليقه اهي من الطروف بس عادي، بس العجينه في ايدي طريه. خلاص فانتي دي نقطه اهي، لو انت العجينه الدقيق خانك او حطيتي كميه دقيق كتير او طلع منك غصب عنك، قدامك اللبن، حط معلقتين من 3 لبن كده تمام. هنا بقى بططت العجينه بتاعتي، شوفوا معايا دي البصمه بتاعت الكحك، اكيد هي عندنا كلتنا عندنا بصمه الكحك دي. انا بعمل بها ليه؟ عشان هعمل بها نقشه البسكوت. نقشه البسكوت حلوه قوي. هوريكم حاجتين عشان هي لو مش عندك تعمل الفنجان ده، تقدري تقطعي بفنجان زي ده، تقدري تقطعي بغطاء علبه. البضايه ديت لما جيت اكسر البضايه لقيتها صفارين، لقيت البضايه صفارين، فرحت شايله واحده واخده واحده. خلاص فوريكي تقدري تقطعي بفنجان، تقدري تقطعي بغطا مثلا برطمان مربى الصغير ده، تقدري تقطعي بالقطاعات اللي هي المدوره دي اللي بنقطع بها الكيك، اي حاجه اي حاجه تقطعي بيها. بس انا استعملت بصمه الكحك عشان انا عايزه بصمه الكحك هعمل بيها حاجه. خلاص هنا لما جيت اقطع قطعت على الطرف كده، فلقيت لا البسكوته يعني جايه زي شق القمر كده، فبحط العجينه بتاعته وببطط. انا بوريك هنا تفردي كده وهوريكي بقى نفرد على الكيسان ازاي. بصوا هنا بقى بقوم بصوا تقطع كده على طول اهو، شايفين بوسعها بس النفس شويه. بصوا بقى انا لا عايزه البسكوته رقيقه قوي ولا عايزاها تخينه، عايزه سمك البسكوته معقول. هوريكم كل حاجه دلوقتي. بص تقدري بقى تعملي كده، بصوا تقدري كده تقطعي بالسكينه كده اهو كده بسيط، ما تنزليش للبسكوته لتحت، شايفين. وهقول لك بقى على النقشه التانية، هي دي اللي عجبتني بصراحه في البسكوته وكملت بها بقى كل الطريقه. خلاص بس انا بقى بعد ما عملت يعني وحدتين كده قدامكم، خرجت قعدت بره بس تحت المروحه، كملت وسبت حته الاخر وهعمل لها اقول لكم النقشه اللي انا عملتها بها. هنا بقى ببدا افرغ، بصوا افرغ كده البسكوته وبقوم بالكيس كده قلبه، شوفوا بالكيس، اقلبي بالكيس اسهل لك البسكوته ما تتكسرش منك ولا يحصل لها اي حاجه. كيس فريزر افتحيه. هنا بقى الصينيه اهم حاجه، الصينيه تدهن زيت، شويه زيت وبالفرشه بايدك بمنديل باي حاجه، وتقوم دهن الصينيه، لازم الصينيه تدهن. بصوا هنا بقوم حاطه بالبصمه كده وبقوم قطعه. خلاص شوفوا تقومي بقى شايله كده الحوالين، وتقومي بالكيس شايله البسكوته بتاعتك اهو، شيلي كده وتقومي لما وتقومي عامله العجينه تاني مكورها وتقومي شايله. بصوا هنا لو عايزه تشيليها في ايديك الاول وتعملي بالسكينه بعد كده اعملي بالسكينه بسكافر باي حاجه. بصوا واقوم حاطه في الصينيه تدهن زيت علشان البسكوته ما تلزقش منك في الصينيه، دي خطوه مهمه جدا. بصوا عايزه تعملي كده، عايزه تعملي دايرات زي شق القمر. بصوا هنا بقى انا مليت الصينيه، هقول لكم على التسويه وبعد كده هوريكم شوفوا انا عملت النقشه التانية دي اللي هي زي نقشه الكحك، دي طالعه في البسكوته جميله جدا وشكلها حلو قوي يا جماعه، احسن من السكينه. بتولعي الفرن نار هاديه من تحت، بتحط الشبكه فوق الصاجه، بيكون فرنك سخن، بتدخلي الصينيه. بصوا هنا الاول بعدين اقول التسويه. بصوا بصوا اقوم عامله تقوم عامله كده بين كل 2 او 3 وحدات، تدهني بس مسحه زيت الشبكه كده بتاعت القطاعه، لانها بصوا هنا عشان ما دهنتهاش زيت مسكت في ال... مسكت فيها تدهنها مسحه زيت بس كده، بعدين تاني اهوت تدهنها بس بصوا مسحه خفيفه كده بصبعك، تقوم طالعه. بصوا بعمل ازاي مسحه بالظبط صبعي جدا، واقوم عامله بقى تقوم قطعا مش هتشبك معاك، لان بتبقى البسكوته معاها رقيقه غير الكحكه بتبقى تخينه. بصوا فما عشان هي رقيقه بتقوم اكله معايا العجين، فتقومي بس مسحه بسيطه وتقوم عاملاها. بصوا النقشه دي جميله جدا يا جماعه. بعد بقى ما اقوم عاملاها بالبصامه الشبكه، اقوم بقى قلبه البصامه بتاعته وقطعه. خلاص اعملها الاول الشكل بالشبكه وبعد زي الكحك بالظبط، وبعد كده اقوم قلبه البصامه واروح قطع الكحك. بصوا
جميله جميله وشكلها جميل جدا، بالظبط زي البسكوته الجاهزه بتاعت زي بسكوت الشركات. بصوا شايفين؟ تحفه تحفه في منتهى الجمال. خلي البسكوته بتاعتك مش رقيقه او مش تخينه أوي، واستعملي الكيس. اقلبي بالكيس اسهل لك من ما انا بشيل كده. يعني انت لما تيجي تقلبي بالكيس شيلي بقى العجين واللي حوالين العجين. بصوا شوفوا بقى الجمال ده، احلى من السكينه. اعملي كده. هنا هعمل معاكم كمان واحده اهي. بصوا انا هنا حطيت بقى الكيس وجبت كيس عليه. دي طريقه، دي اسهل، دي اسهل، بتفرد معاك العجينه اسهل وبتخلي معاك الدنيا تمام. خدوا بقى بالكم الخطوه دي وانا بقول لكم على التسويه. بصوا اهي بتفرد معاكي بالكيس حلو، بتطلع معاك كميه حلوه. عشان اقول لك لو انت عايز تعملي نص كيلو اقول لك المقادير بتاعته برده على السريع كده. نص كيلو هيديكي كميه حلوه قوي كبيره عن الكوبايتين. بصوا اهي باخد البصمه كده اعمل بيها اهي. شايفين؟ اطبع بالبصامه الاول من الشبكه كده، وبعد كده بصوا برده هنا عشان ما دهنت، يعني عملت كام واحده 3 وما دهنتش الرابعه زي اهو. اقوم بقى قلبه وقطعه اهو. شايفين كده؟ شو بقى بالكيس وتقوم قلب بالكيس وتقوم قلب القلمه البسكوته اهي. بكيس اسهل لك، اسهل لك ما تشيلي بايدك عشان ما تكسرش مني. يعني بصوا بقلب بالكيس كده شالت على طول اهي. عايزه والله اعمل لكم السابليه باذن الله. بصوا تحفه. بصوا بقى التسويه يا جماعه، النار هاديه من تحت، النار متوسطه من تحت كده، ما تكونش واطيه او متوسطه لان البسكوته معايا رقيقه. تمام. احط الشبكه فوق الصاجه، وبعد ما احط الشبكه فوق الصاجه اخلي النار من فوق هاديه جدا. النار من فوق هاديه جدا، وادخل الصينيه بتاعه الفرن. كل شويه الف الصينيه. لو البسكوت في النص احمر شيلي بالمعلقه الاسكفر دي او باي حاجه عريضه او بقطعه البسبوسه. شيلي. شايفين او بعمل ازاي؟ شيلي البسكوته من نص. البسكوت اللي في النص حطيه في الطرف، وخد اللي في الطرف حطيه في النص. خلاص. يعني تشيل البسكوت اللي في النص الاحمر تحطيه في الطرف. بصوا الجمال. واللي في الطرف تحطيه في النص عشان كله ياخد معاك لونها. شوفوا تحفه. بس عشان سخن. تحفه 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 يا جماعه. حطوا بقى الصينيه التانيه اهي، ادخلها برده الفرن، ومعايا كمان واحده كمان صغيره زي ديت. تمام كده. بصوا كميه جميله جدا، كوبايتين الدقيق وربع. البسكوت مش مكلف خالص وتحفه. عارفين والله العظيم لو عملتوه انا عارفه ان انتوا بتدعوا لي، هتدعوا لي دعاء اللي انتوا بتدعوا لي. طعم والنعومه والهشاشه والريحه حاجه خرافه، حاجه خرافه في منتهى الجمال. بصوا البسكوت يا جماعه، ايه رايكم؟ انا متهيألي يعني مش محتاجه ان انا اتكلم. هو محتاج ان انا اتكلم؟ مش محتاج ان انا اتكلم. عايزه تعمليه فاتح عن كده في ايديكي، يعني عايزه تخلي اللون فاتح على كده. بصوا بصوا ساعات تشتري بسكوت من بره كده بيكون لسه جاي من الشركه طازه، بتحس تلاقيه من الارضيه بتاعته كده مخرف. شوفوا تحفه 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 والله العظيم. لو قعدت اقول لكم هنا بسكوته طعمها رهيب ودايبه وهشه وفي منتهى الجمال. بصوا البسكوته عامله ازاي، يعني بوريكم الارضيه بتاعتها. شوفوا عامله ازاي، بتتكلم عن نفسها. ما هو نجاح البسكوته تعرفيه من الارضيه بتاعتها. يعني نجاح البسكوته انت تعرفيه من ارضيتها نفسها، تعرفي نجاح البسكوته. بصوا عايزه تطلعيه فاتح، طلعيه فاتح عن كده. خلاص. بس اهم حاجه تكون الارضيه بتاعته محمره وباللون الجميل ده. تمام كده. طيب لو انت بقى عايزه تعملي نص كيلو دقيق. هو كوبايه السمنه والاربع معالق زيت هياخدوا منك بصوا. بس طبعه البصمه حلو، ممكن تعملي بالشوكه، ممكن تعملي، بس طبعه البصمه زي البسكوته الجاهزه. اللهم صل على النبي. لو انت عايز تعمل نص كيلو دقيق، كوبايه السمنه والاربع معالق زيت هياخدوا منك نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق ونص كوبايه. ما احنا عاملين النص كوبايه سمنه ومعلقه، نص كوبايه سمنه ومعلقتين الزيت، واخدين مني كوبايتين دقيق و... وربع كوبايه. خلاص. يعني كوبايتين وربع من الدقيق، كوبايتين وربع من الدقيق. انا معايا نص كيلو دقيق 4 كوبايات، فيبقى معايا 4 كوبايات دقيق وعليهم نص كوبايه. نص كوبايه مش مليان قوي كده. بصوا الجميل يا جماعه تحفه. وهتحط عليهم 2 بيضه. خلاص. وهتحط عليهم معلقه بيكنج باودر كبيره بس مش مليانه قوي، معقوله كده. تمام. وتشوف بقى مقاديرك اللي انا قايل لك عليها، والاربع معالق زيت.
خلاص، وتعملي بقى البسكوت بتاعك. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. جربوا البسكوت يا جماعه، ده بسكوت رهيب رهيب ودعواتكم. يا رب الفيديو يجيب مشاهدات يا جماعه، المشاهدات واقعه جدا جدا. يا رب يعجبكم وكل يشاهد اللي يشاهدوا. اللي ما عملش اشتراك يشترك، اللي بينسى اللايك يعمل اللايك، ما تنسوش اللايك. البسكوت دي يستحق المشاهده والله. لاول مره ينزل بسكوت الشاي وناجح جدا والله، ناجح والمقادير مظبوطه. ولو العجينه طلعت ناشفه منك ما تقلقيش، اوعي تحطي سمنه ولا تحطي زيت. حطي شويه لبن، من معاكي معلقه 2 3 4 لبن، وظبطي عجينتك. تحطيش ماده دهنيه، لان في ناس ممكن الدقيق بيخدعها، ممكن عملت وحطت المقادير ولقت العجينه معاها ناشفه. فشويه لبن مش هيعمل اي حاجه، هيطر معاك العجينه وهيخليها في منتهى الجمال. بصوا بقى بصوا بقى الجمال. بصوا، شوفوا لون البسكوته من جوه. شايفين لون البسكوته من جوه؟ شايفين؟ هوريكم الذوبان بتاعها الوقت. شوفوا لونها من جوه، لونها من جوه بيتكلم عن نفسه. بصوا، شوفوا هي بتتكسر لوحدها، يعني انا وانا بقسمها نصين النص التاني اتكسر لوحده. شايفين؟ شايفين ايديا؟ ترملت البسكوت كده في ايدي، والنعومه بتاعته. بصوا اهو، شوفوا ترملت البسكوت في ايدي ازاي. وشوفوا ايديا، بسكوت دايب دايب وهش جدا. بصوا، متهيألي مش عايز كلام، ومش مكلف جدا جدا، مش مكلف خالص. تقدري بكوبايه سمنه تعملي كميه حلوه، بس انت جربي زي ما احنا متعودين. جربي في نص كوبايه سمنه. نص كوبايه سمنه ديت يعني ايه؟ 10 جنيه. نص كوبايه سمنه دي 10 جنيه، من ربع ب20 جنيه، وربع دي كوبايه. انت هتعملي نص كوبايه سمنه ب10 جنيه، وتعملي بيضايه وكوبايتين وربع دقيق يكونوا عندك. بس دقيق يكون يا جماعه، ما تجيبيش دقيق سايب، دقيق مغلف. دقيق جميع الاستخدامات مغلف يا جماعه. البسكوتات والحاجات كلها في الدقيق السايب ما بتنفعش. دقيق مغلف جميع الاستخدامات. هتجيب الكيس ويقعد عندك، يقعد عندك ياما، تعملي منه كل اللي انت عايزاه. كل الكميه ما كلفتنيش 30 جنيه يا جماعه، 25 جنيه، وهتعملي بسكوت حلو قوي المقدار ده اللي احنا عاملينه ده. ودعواتكم بقى على البسكوت الجميل ده، وانتوا كنتوا بتاكلوه مع الشاي او اللبن كده. ودعواتكم ليا كده على البسكوت الجميل ده. يا رب يعجبكم ونرضاكم، وجربوه وابعتوا له قولوا لي الطريقه. سيبكم في رعايه الله، مع السلامه.